السلام عليكم ورحمة الله. فيلم الليمبي. فيلم الليمبي نهايته كانت غير النهاية نزلت في السينمات، والنهاية السعيدة اللي عملوها بجواز الليمبي دي مش نهايته الحقيقية. نهايته الحقيقية كانت صادمة شوية، هنحكيها مع بعض وهنتكلم عن كواليس فيلم الليمبي. سنة 2000 قدم المخرج شريف عرفة فيلم الناظر بطولة علاء ولي الدين وأحمد حلمي ومحمد سعد، وخرج الناس من السينما مبهورين بقدرات علاء ولي الدين في تقمص شخصية الست جواهر لما كان عامل أمه، لكن أيضا لفت انتباههم شخصية الليمبي وقدرات محمد سعد التمثيلية في هذه الشخصية. بداية معرفة شخصية الليمبي عندما شاهد المخرج شريف عرفة تصوير فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، شاب يتحدث بطريقة غريبة ويبدو أنه مخمور. عندما وجد شريف عرفة في السيناريو شخصية شاب يذهب له صلاح علاء ولي الدين لكي يتعلم الصياعة، استدعى شخصية الشاب ده وطلب من أحمد عبد الله مؤلف الفيلم. بداية شخصية الليمبي جاءت من مشاهدة المخرج شريف عرفة أثناء تصوير فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة. شاب يتحدث بطريقة غريبة ويبدو كأنه مخمور. وعندما وجد شريف عرفة في السيناريو شخصية شاب يذهب له صلاح اللي هو علاء ولي الدين لكي يتعلم منه الصياعة في فيلم الناظر، استدعى شخصية الشاب ده وطلب من أحمد عبد الله مؤلف فيلم الناظر ان هو يبرز هذه الشخصية ويحطها في الشخصيات اللي موجودة. فقال له أحمد عبد الله انه يعرف شخصية بنفس المواصفات اسمه الليمبي، فقرر كتابة الشخصية باسم الليمبي ورشحها معا محمد سعد لتقديمها. نجاح محمد سعد جعل المخرج والمنتج مجدي الهواري تقديم ثنائية بين أحمد حلمي ومحمد سعد مع زوجته غادة عادل في فيلم 55 إسعاف. لم ينجح الفيلم تجاريا، لكنه كان تجربة جيدة لمحمد سعد كبطل سينمائي يمكن الاعتماد عليه ليقرر الإخوان السبكي تقديم فيلم الليمبي بطولة منفردة من تأليف أحمد عبد الله صانع شخصية الليمبي مع مخرج في أولى تجاربه السينمائية بعد إخراج برنامج الليلة مع هالة سرحان، وكان المخرج ده وائل إحسان. بعد كده طبعا حصل ان هو لم يتوقع اصلا السبكي النجاح الكبير، لكن الفيلم حقق نجاحا هائلا اكثر من 20 مليون في الوقت ده، تفوق على كافة الافلام، حتى ان محمد هنيدي قال في لقاء تلفزيوني مع صاحبة السعادة الليمبي نزل كسح السينمات. قصة فيلم الليمبي يحكي الفيلم عن شخصية الليمبي محمد سعد، الشاب المطحون الذي يعيش في الحارة مع أمه فرنسا اللي هي عبلة كامل، وكانت مبدعة في الدور، في منزل فقير قايل السقوط، ويقع في حب جارته نوسة اللي هي حالة شيحة، لكن أباها، وكانت بسيطة بصراحة حالة شيحة في الفيلم ده، لكن أباها يعترض على هذه الزيجة، وتحاول فرنسا دفع الليمبي للبحث عن عمل كي يستطيع الإنفاق على نفسه. قصة بسيطة جدا وشديدة البساطة، وعقدة هي أسهل العقد في الكتاب، والحل بسيط في الكراسة، وينتهي الفيلم نهاية سعيدة بزواج الليمبي من نوسة وغناءه في الفرح لأغنية حب إيه لأم كلثوم بتوزيع شعبي. لكن ربما لا تعرف ربما الناس ما تعرفش إن هذه النهاية لم تكن هي نهاية الفيلم الأساسية. كان الفيلم يحمل نهاية دراماتيكية للغاية، ودعا أحمد عبد الله مؤلف الفيلم لأنه شعر أن الفيلم بسيط للغاية، فأراد تعقيد الأمور في الفصل الأخير، ربما هذا يرضي طموح محمد سعد التمثيلي. نهاية الفيلم الأصلية كانت النهاية الأولى تحدث مع زواجه وانحلال مشكلته، حيث تتوفى أمه فرنسا داخل الفرح، ويكون أمامه حل واحد هو استكمال الفرح ووالدته متوفية حتى يحصل على النقطة وتتغير حالته المادية. وجسد محمد سعد هذا المشهد وتم تمثيله بالفعل، ووالدته فرنسا متوفية أمامه، وبكى كل الحاضرين في الاستوديو. لكن هل هذا يرضي السبكي ورفاقه؟ طبعا لا.
فتدخل آل السبكي في هذه الفترة. كانت لديهم خطتهم في الحصول على ثمن التذكرة من خلال الضحك فقط. لا يهم القصة ولا يهم المحتوى، المهم أن يخرج الجمهور سعيد. كما أن القصة لا تحتمل أكثر من ذلك، لأنها قصة بسيطة وغير معقدة ومش مستاهلة الدراما اللي هتحصل. اعترض الإخوان أحمد ومحمد السبكي قبل ما ينفصلوا لما كانوا لسه شركاء، وقرر حذف هذا المشهد والاكتفاء بنهاية الفيلم التقليدية وغناء عبلة كامل الأغنية في الفرح، وليفرح الجميع وتخرج جميع الجماهير سعداء من السينما، أما النقاد فليذهبوا إلى الجحيم. بعدها استغل المؤلف أحمد عبد الله هذه النهاية في فيلم مختلف تماما اسمه الفرح، بطولة خالد الصاوي وروجينا وماجد الكدواني، والفيلم كان من إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج السبكي أيضا، ولكن ده كان سنة 2009. وفاز الفيلم بعدة جوائز في الدورة 58 لمهرجان المركز الكاثوليكي، منها جائزة أفضل إنتاج لأحمد السبكي، وجائزة أحسن سيناريو للمؤلف أحمد عبد الله، وجائزة أفضل ممثل لخالد الصاوي، وجائزة أفضل إخراج لسامح عبد العزيز. الفيلم بصراحة كان قوي تمثيليا في الفترة اللي نزل فيها، وحصل كل من ماجد الكدواني وياسر جلال على شهادات تقدير من نفس المهرجان عن دورهم في الفيلم. فيلم الليمبي 2 حصل بقى أزمة فيه بعد نجاح فيلم الليمبي 1. بدأ الجميع يبحث في دفاتره القديمة، فرفع المنتج مجدي الهواري قضية على الفيلم على اعتبار أن شخصية الليمبي ظهرت في فيلم الناظر من إنتاجه، فهو الأحق بالفيلم. لكن الليمبي ذهب بفيلم الليمبي 2 لشركة العدل جروب بسبب صداقة قديمة مع سامي العدل، فقرر السبكي التحافظ على اسم الفيلم باعتباره يملك حقوق الفيلم. فقرر محمد سعد تسمية الفيلم اللي بالي بالك، وده سبب تسمية الفيلم ده لأن كان اسم غريب فعلا ومش مفهوم ليه. أتاريه هو هروب من المسألة القانونية، وقال في حوار صحفي قبل كده مع صحيفة الوفد، فيلم الجديد اسمه مش الليمبي خالص. وهاجم المثقفون الليمبي فيلم الليمبي 2 حتى وصلت الاعتراضات لساحات مجلس الشعب، وطالب النواب بوقف عرضه لأنه يسيء لسمعة مصر